اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عشاق الساحره اينما كنتم في هذا الديربي المغاربي الذي يجمع المغرب بالجزائر. وهذه تشكيلات المنتخبين بالنسبه للجزائر. هناك رئيس بنحي جمال مصباح مصطفى مهدي مدحي الحسن خالد لموشي كريم مزياني رياض بودابوس عدن يبدا ورفيق جبور. بالنسبه للمغرب هناك نادر المغري احمد خطري مهدي بن عطيه رشيد سليماني ميكائيل بازيل حسين خرجه عادل هرماش يونس بن حمزه علي تعراب مبارك بوسوفا ومروان جمال كراس حربه. وفي هذه الاثناء عشاق الساحره يعطي الحكم انطلاقه المباراه لفائده المنتخب المغربي عند ميكائيل بصير طويله من ميكائيل بصير الى يونس بن حمزه وتدخل جميل من اللاعب جمال مصباح لاعب اي سي ميلان وتمشي الى رميه تماس. رميه تماس في التنفيذ اللاعب ميكائيل بصير. ميكائيل بصير طويلة إلى اللاعب مبارك وبعيدة ودائما التدخل من المدافع الأيسر جمال مصباح وضربة خطأ. ضربة خطأ رياض بودابوس. رياض بودابوس يستعد أن يفعلها ضربة خطأ. يا الله يا الله عليك يا نادر وتمشي إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية غاد غزال. الحكم يتدخل. السيد الحكم يتدخل ويشير على ما اعتقد الى ضربة جزاء. ضربة جزاء يشير اليها الحكم السيد راجي نفار الذي يقر بان ثمة ضربة جزاء واللاعبين المغاربة يحتجون ومروان يتفاجأ علامة الاستفهام والجماهير الجزائرية تفرح. الجماهير الجزائرية تفرح. وانظروا الى الاعادة وفي الاعادة افادة. يا الله يا سلام. انظروا هذه لكم يا محللين. هذه لكم يا عشاق الساحرة. لكم ان تحللوا ولكم ان تقرروا وللسيد الحكم السيد راجي ان يقرر. وقد قرر بان ثمة ضربة جزاء وحسن يبدأ يستعد واللاعبين المغاربة لا زالوا يحتجون على الحكم. امامكم حسن يبدأ وامامكم اللاعب عادل تعرابس وامامكم الجمهور الذي ينتظر وحسن وكذلك نادر يتأمل. نادر يحملق ويستعد. نادر يفكر في الطريقة التي سيسدد بها اللاعب حسن يبدأ. حسن يستعد والحكم بدوره يستعد ويشير الى رجوع اللاعبين الى خارج او بالاحرى الى وراء الخط. حسن يبدأ يستعد ويتقدم. هل سيفعله؟ حسن يبدأ يتقدم. حسن يبدأ يسجل. يا الله يا سلام على هذا الهدف. يا سلام يحتفل بطريقته الخاصة رفقة الجماهير الجزائرية والكتيبة المغربية تترقب ونادر يرتمي. ولكن حسن كان ذكيا وارسلها الى الزاوية 90 كما انت كبير يا ابن الصحراء. ورمية تماس عند مروان الشماخ. مروان يتقدم على ما اعتقد يرسلها الى عادل تعرابس الذي يتقدم بدوره يبحث عن المساندة الى مبارك وبعيد عن عادل. بعيدة يا مبارك. بعيدة يا مبارك يا بوسوفا. وضربة مرمى طويلة الى وسط الميدان ترجع من حسين خرجة ترتطم باللاعب الجزائري وتمشي الى خارج الميدان. ورمية تماس في التنفيذ. حسين خرجة بسرعة. حسين خرجة الى مروان الذي يرجع على حسين خاطئ الى لاعبي المنتخب الجزائري. وهناك على ما اعتقد خطأ يعلن عنه السيد الحكم السيد راجي. طويلة من الحارس رايز وترتطم برأس اللاعب حسن يبدأ تمشي الى خارج الميدان والحكم يشير الى ضربة مرمى ارتطمت برأس اللاعب حسن يبدأ. ضربة مرمى من تنفيذ اللاعب نادر المغري او الحارس نادر المغري الى رشيد سليماني. رشيد سليماني. وفي هذه الاثناء مشاهدينا الكرام عشاق الساحل المستدير اينما كنتم يعلن الحكم السيد راجي نفار على نهاية الشوط الاول بتقدم مع المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي ب1-0 ولا زال الاحتجاج متواصلا. واليكم الاحصائيات 56 مقابل 44. كان معكم في التعليق يسرى التبابي. الى نلقاكم في مباراة اخرى. الى اللقاء.